في سنة 1945 ومع نهاية الحرب العالمية التانية كان في سماء العالم أكتر من 600 ألف طيارة عسكرية. الولايات المتحدة لوحدها كانت بتمتلك حوالي 300 ألف طيارة ما بين مقاتلات وقذافات وطائرات نقل. الحرب انتهت لكن الأساطيل الجوية دي فضلت موجودة. ولا دولة في العالم كانت قادرة تشغل العتاد ده ولا تفككه ولا تبيعه من غير ما تدخل في أي مشاكل سياسية أو عسكرية. وهنا ظهر سؤال تاريخي عمره ما اتسأل قبل كده: نعمل إيه في الطائرات دي؟ في سنة 1946 القوات الجوية الأمريكية صدرت قرار واضح: الطائرات اللي خرجت من الخدمة تتخزن في أماكن دي، أماكن جافة بعيد عن المدن قليلة الرطوبة. الاختيار واقع على الصحراء أريزونا، وده اختيار مدروس لأن الرطوبة فيها أقل 10%، والتربة الكلوية بتتقلل الصدى، والهواء الجاف بيحافظ على المعدن. ومن هنا بدأ أول نظام منظم لدفن الطائرات دي. في الأول الطائرات كانت متغطية ومتشحمة ومركونة فوق الأرض، لكن مع بداية الحرب الباردة وتصاعد التوتر ما بين القوى الكبرى التخزين اتحول لدفن. والدفن هنا مش إهمال، ده إجراء أمني عشان حماية الطائرات دي ومنع العبث والحفاظ على السرية العسكرية. قاعدة ديفيس موسون اللي اتأسست سنة 1946 تحولت مع الوقت لأكبر مقبرة طائرات في التاريخ. المكان ده بيضم أكتر من 4000 طيارة من العصور والحروب المختلفة، ومن الحرب العالمية التانية لحد نهاية القرن العشرين. والغريب إن العدد الكبير من الطائرات دي لسه قابل يرجع للخدمة بعد صيانة بسيطة. طيب ليه الطيارات دي ما بتتكسرش؟ لأن تكسير الطيارة مكلف جدا وبياخد وقت وبيضيع قيمة كبيرة. كمان حتى الطائرات القديمة فيها حلول هندسية وتصميمات أفكار لسه بتستخدم في الطائرات الحديثة، يعني هتكسرها مش هتكسب من وراها حاجة نهائيا. حتى بعد انتهاء الحرب الباردة اتعملت اتفاقيات لتقليل السلاح الجوي. الاتفاقيات دي فرضت تقليل عتاد الطائرات، مراقبة مستمرة بالأقمار الصناعية، فالدول نفذت التدمير لكن بطريقة ذكية. الطيارة بتتشال منها الأجنحة وبتتقطع جزء أساسي ويتوثق ده بالصوت والصورة، وبعدها تدفن. على الورق مدمرة، على الأرض محفوظة. طب ليه لحد دلوقتي؟ لأن الطيارات المدفونة مخزون استراتيجي، مصدر قطع غيار وتأمين لأي طوارئ مستقبلية. يعني مش قبر، مخزن قوي تحت الأرض. الطائرات اللي تحت التراب مش بقايا زمن، دي حسابات دول بتفكر بعشرات السنين. ودفن الطائرات ده مش حاجة تاني، يعني ده دليل إن التاريخ لسه مخلصش، واللي اتدفن بالنسبة لهم ممكن يرجع تاني عادي. بس كده وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، يا رب يكون عجبك الفيديو. السلام عليكم.